كشري بلبن الترند الجديد. هنعمل النهارده احلى واطعم كشري بلبن، هنعمله بقى باطعم مختلفه والصراحه هو يستحق التجربه. تابعوا معايا الفيديو الاخر، في تفاصيل كتيره حابه ان انا اوضحها لكم. وناس كتيره فاكره ان الكشري ده عباره عن حمص بقى وعدس وكده، لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص. هنا في الكشري الحلو بتاعنا هو طالع ترند في محلات بلبن، بس هو على فكره موجود من زمان قوي، كنا بنجيبه من العصارات الكبيره ومحلات الحلويات، بس كلمه كشري بلبن هي اللي طلعته ترند. تعالوا بقى النهارده هنعمله بكل تفاصيله. واول حاجه هنعملها الرز بلبن، لان ده اول طبقه تتحط في طبق الكشري بلبن. في حله بقى على النار هحط كوبايه رز ومعلقه كبيره كده من الزيت، هضيف عليهم 4 كوبايات من الميه، ونفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الرز هي اللي بعاير بيها الميه، وهسيبهم بقى على نار وسط، ومن وقت للتاني هقلبهم لحد ما الرز يستوي معايا تماما كده. هسيب بقى كده الرز بتاعي يستوي على النار، وهنيجي هنا معايا نص كيلو من اللبن، هحط عليه معلقه كبيره هرميه كده من النشا، واللبن هنا لازم يكون ساقع او بدرجه حراره المطبخ علشان النشا يدوب معانا. هضيف عليهم 3 معالق كبار كده من الكريم شانتيه الخام، هدوب بقى النشا والكريم شانتيه كده مع اللبن. وهنا بقى كان خلاص الرز كده استوى تماما بالميه، بس لسه فاضل شويه ميه صغيرين كده، ما نشفش خالص من الميه، لازم نسيبه سنه كده في ميه. بعدين ننزل عليه بقى بالنص كيلو لبن اللي احنا ضايفين عليه نشا وكريم شانتيه، هنقلبهم مع بعض كده كويس. وهضيف عليهم كمان نص لتر تاني من اللبن، هضيف عليهم كمان علبه كده من القشطه. القشطه دي بتكون موجوده في ثلاجات السوبر ماركت، اي نوع بقى تقدري تستخدميه، ممكن تستبدليه بقشطه وش اللبن لو متوفر عندك، وممكن تستغني عنها لو مش متوفره عندك. هي بس بتدي غناوه كده للرز بلبن وبتديها طعم جميل كده وحلو. وضفت عليهم كمان كوبايه سكر، بنفس كوبايه الرز حطيت كوبايه سكر. طبعا كل ده مع التقليب المستمر، وما تحاولوش تكتروا سكر علشان الوصفه ما تسكرش معاكم قوي. اول ما الرز بلبن يستوي معايا تماما كده ونكون هنطفي عليه النار خلاص، هنحط معلقه صغيره كده من الفانيليا السايله، ولو متوفر فانيليا بودر عادي مفيش مشكله. وبمجرد ما نحط الفانيليا خلاص كده هنطفي النار عليها علشان ما تمررلكيش الرز بلبن. وهنا بقى اول طبقه معانا كانت خلاص جهزت، وهي الرز بلبن. تقدروا تاكلوا في الوقت ده احلى واطعم رز بلبن. هنجهز بقى كده العلب بتاعتنا او الاطباق، وانا هنا كنت جايبه العلب الورقيه دي بتاعه الكشري او بتاعه الاندومي، عشان كنت ناويه ان انا ابيعهم فوري. العلبه دي الواحده تقريبا بجنيه ونص، علبه وسط كده، والكميه بتاعتها حلوه مشبعه كده للفرد. هحط بقى في كل العلب دي طبقه كده من الرز بلبن في الارضيه كده بتاعت العلبه، يعني هاخد كده حوالي ربع العلبه كده رز بلبن. كمان الشويه اللي زادوا حطيتهم بقى في كوبايات عشان اقدر اوريكم التدرج بتاع الكشري. غطيت بقى كده الرز بلبن وحطيتهم بقى كده في التلاجة يبردوا كده لحد ما نخلص باقي الطبقات اللي ورانا. هنعمل بقى الطبقه التانية وهي الكنافه. معايا هنا حوالي ربع كيلو من الكنافه، جبتها كده وحطيتها في الفريزر من قبلها بيوم. جبتها كده وفتفتها بعد ما تلجت، وهي متلجه معايا كده فتفتها بايدي، بتتفكك معايا بكل سهوله خالص. لو جبتيها طازه وكده ومفيش وقت، حاولي ان انت تضربيها في الكبه، هيكون اسرع معاكي من انك تعمليها بايدك كده، هتاخد معاكي وقت شويه. بس بقى كده انا فتفتها كلها. هجيب بقى صينيه وهحطهم بقى كده في الصينيه بتاعتي، ومعايا هنا بقى معلقه كبيره كده محترمه من السمنه، هنحطها كده على الكنافه، وهنوزعها كده في كل الكنافه بتاعتنا. عادي بقى لو حسيت ان مش كلها كده واخده السمنه، عادي لما هنحطها في الفرن هتاخد كل السمنه دي، السمنه هتسيح وهتيجي بقى في كل الكنافه بتاعتنا. هندخلها الفرن على درجه حراره 180، وهنشغل عليها من فوق ومن تحت، ومن وقت للتاني هتبتدي تقلبيها، لازم تقلبيها كده من وقت للتاني وهي في الفرن لحد بقى ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده، وكانك محمراها على البوتاجاز. لو مش عندك فرن حمريها عادي على البوتاجاز بنفس معلقه السمنه، بس ما تسيبيش ايدك منها، حاولي تحركيها كده باستمرار. والكنافه دي بقى بديل الشعريه اللي احنا بنحطها في الكشري الحادق. هسقيها كده بمعلقه كبيره من العسل، وممكن لو مش حباها مسكره ممكن تسيبيها عادي كده مش مشكله. انا هحط معلقه واحده بس كده وهقلبها. لو مش عندك عسل ممكن تعملي شربات تقيل وتحطيها بقى، تحطي عليها شربات تقيل. ما تحاوليش تكتري فيها الشربات او العسل علشان احنا عايزينها كده مقرمشه وحلوه. يكفي معلقه او معلقتين بالكتير خالص علشان ما تطراش معاكي، لان حلاوتها وهي بتقرمش. خلصنا بقى الكنافه وهنعمل هنا الجلاش. معايا هنا لفه كده من الجلاش، هنقطع بقى كده اللفه بتاعتنا على حسب ما انت عايزه بقى، عايزه تقطعها كبير صغير عادي مش مشكله، مش هتفرق قوي في وصفتنا النهارده. اهم حاجه بس نقطعها كده ونفرفطها كويس. نحاول بقى نفردها كده على قد ما نقدر، وزي بقى ما عملنا في الكنافه هنعمل في الجلاش. هنجيب كده معلقه كبيره حلوه كده مليانه من السمنه، وهنحطها بقى على الجلاش، وهنقلبهم كده في بعضهم
عارفه ان هم ايه يعني هيلكلكوا معاكي شويه، بس عادي زي ما قلت لك كده. لما يدخلوا الفرن السمنه كلها كده هتسيح، وكلهم كده هياخدوا كده من السمنه. هندخلهم برده الفرن مع الكنافه وهنقلب فيهم باستمرار لحد بقى ما يوصلوا للون الذهبي الحلو ده. وبرده هضيف على الجلاش بتاعي معلقه كبيره كده من العسل او معلقتين كده من العسل او الشربات التقيل الحلو، ومش عايزين نكتر عشان عايزينه حلو كده ومقرمش. وده بقى بديل التقليه في الكشري الحادق. وفي حله على النار هنعمل الكريمه بالقشطه اللي هي بديل الصلصه في الكشري الحادق. نزلت هنا 5 معالق زبده على سمنه، واول بقى ما تتقدح هننزل عليهم ب5 معالق كبار كده من الدقيق كانك بتعملي بشاميل، بس هو طبعا مش بشاميل. هنسيب بقى الدقيق يستوي دقيقتين كده على النار مع التقليب كده بالمضرب اليدوي. بعدين بقى هننزل مع التقليب المستمر كده بلتر كده من اللبن او الحليب. اضيف بقى هنا مكعبين كده من الشوكولاته البيضاء، والشوكولاته البيضاء دي بقى بتديها طعم جامد جدا. اضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر ومعلقه كبيره كده من اللبن البودر، وكمان 3 معالق كبار كده من الكريم شانتيه الخام. هنقلبهم مع بعض، ولو حسينا ان القوام تقيل هنزود بقى لبن او ميه. احنا عايزين القوام بتاعهم سائل شويه يعني مش تقيل جامد. هنزل عليهم كمان بعلبه كده من القشطه، اي نوع قشطه تقدري تستخدميها. هنقلبها كده لحد ما القشطه تدوب تماما. واول بقى ما الكريمه بتاعتنا كده تعمل فقاقيع كده من الجناب تبقى هي خلاص استوت، هننزل بقى عليها بمعلقه صغيره كده من الفانيليا السايله او فانيليا بودر متوفر عندك. وده بقى القوام اللي احنا عايزينه. كده بقى خلصنا المكونات اللي هي محتاجه ان هي تتعمل. دلوقتي بقى هنطلع علب الرز بلبن اللي احنا حاطينهم في التلاجة. كده بقت كل حاجه جاهزه معايا، الجلاش والكنافه، وكمان مقطعه مانجا فريش وفراوله فريش وموز فريش برضو. وطبعا تقدروا تعملوا الحاجات اللي انتوا يعني حاسين ان طعمها هيبقى محبب بالنسبه لكم، يعني الطعم اللي انتوا تحبوه اعملوه. وحطيت هنا على طبقه الرز بلبن حطينا كده معلقتين في كل طبق كده من الكنافه. وبعد ما حطينا الكنافه هننزل كده بكبشه من الكريمه بالقشطه. وزي ما انتوا شايفين نحاول نعمل الكريمه كده على طول وهي لسه سخنه علشان بتتقل معانا لما بتبرد. شايفين هنا بقى قوامها باين كده في الكوبايات اهو. هخلص بقى الكميه اللي معايا دي كلها، وبعد كده الطبقه اللي بعد كده حابه تحطي الفواكه وبعد كده تحطي الجلاش مفيش مشكله، حابه تحطي الجلاش الاول برضو مفيش مشكله. انا هحط هنا الجلاش الاول لان حابه ان الفواكه كده تبقى باينه من على الوش بتدي منظر جميل كده وحلو. حطيت بقى انا هنا طبقه الجلاش، وبعد كده هحشي الحشوات اللي انا عايزاها. دلوقتي كده انا مكسره كده بسكوت، هحط كده في كام من علبه كده بالبسكوت، وهو ده اللي هحط عليه نوتيلا او جناش شوكولاته او صوص شوكولاته زي ما تحبوا يعني. هعمل برضو اطباق كده بالمانجا بس، وهعمل برضو بالفراوله بس للي حابب ياكل كده واللي حابب ياكل كده. وهعمل برضو طبقين مشكل تشكيله فواكه يعني موز على مانجا على فراوله. والموز هنا لو حابه تحتفظي بلونها ممكن تضيفي عليها معلقه كده من العسل، او ممكن وهي بره كده تعصري عليها نص عصير ليمون. والاطباق اللي انا عملت فيها بسكوت كده متكسر هنضيف عليها بقى صوص شوكولاته او جناش شوكولاته او نوتيلا. ولو عندك اوريو بدل بسكوت الشاي برضو ممكن تحطيها تضيفيها يعني. وهنا بقى الصوصات اللي انت عايزاها بقى تقدري تحطيها. هنا ضفت صوص الشوكولاته ده كده من على الوش، حطيته في كيس الحلواني وحطيته كده على الوش. كنت جايبه برضو اكياس صغيره كده من الصوصات اللي هو نوع ماجيك ده بالكراميل. فتحت كده فتحه صغيره وحطيت كده من على وش كده كل طبق. وبالفراوله برضو كنت جايبه برضو صوص فراوله حطيته برضو كده على الوش. حاول برضو ما نكترش كده من الصوصات دي لانها يعني بيبقى فيها مرارة شوية يعني. حطيت بقى كده بسكوتة على اللي هم بالبسكوت او بالنوتيلا. وده بقى الكشري الحلو بتاعنا. ودي بقى الكوبايات اللي انا عملتها، شايفين شكلها كده واضح وحلو كده، شايفين ما شاء الله. كمان طعمها روعة جدا. عملت بالفراولة وبالمانجا وبالشوكولاتة، حاجة كده في منتهى الروعة والجمال. ايه رأيكم بقى في الكشري الحلو بتاعنا؟ اتمنى ان انتوا تجربوه وتكتبوا له رأيكم في الكومنتات تحت. كمان هيبقى اوفر بكتير لو عملتيه في البيت، وكمان ينفع تعمليه مشروع من بيتك. انا الصراحة يعني بعت دول فوري على الفيس، نزلتهم على الفيس وبمجرد من اني نزلتهم اتباعوا على طول فورا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافادكم لان ده هدفي من القناة. ومليون مرحب بكل مشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني وزادت القناة شرف ونور بانضمامكم لينا. ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد ويجرب الترند الجامد ده. تعالوا بقى ندوق واقول لكم رايي فيه. بصراحة انا من عشاق المانجا فاخترت بقى الكوباية دي واكلتها، الصراحة جامدة جدا، ترند يستحق التجربة. وكمان كده عاملة ميكس خطير، الكنافة بالمانجا بالكريمة ببص الرز بلبن، مدين طعم جميل جدا. وقرمشة الكنافة والجلاش مودين الطعم في حتة تانية. يلا بقى لو لسه ما اشتركتيش عندي على القناه ما تنسوش بقى تشترك عندي وتفعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. وكل الشكر والتقدير ليكم. سلام عليكم.